السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنشرح ال API ازاي نقدر نستخدمها عندنا في الموقع، وازاي ان انا اقدر اعمل فيتش لل API بكذا طريقة. من اول طريقة ال XML HTTP request، ودي اقدم طريقة ولكن لازم برضو اكون فاهمها. بعد كده طريقة الفيتش والاسync والاويت واستخدام مكتبة الاكسيوس. ولكن قبل ما نخش في الكود، تعالى نفهم ال API دي بتشتغل ازاي وايه المفهوم بتاعها اصلا. تعالى اول حاجة نفهم ازاي المواقع بتشتغل عندنا. اول حاجة لما تيجي تخش تزور اي براوزر، اللي بيحصل ان انت عندك فيه شوية خطوات بتحصل انت مش واخد بالك منها. انت مجرد بتفتح البراوزر بتاعك بتبدأ تشوف الداتا. اول حاجة قدامنا هنا ان انا دلوقتي لما اخش البراوزر، اللي بيحصل عندي ان البراوزر بيبدأ يبعت ريكويست للسيرفر. السيرفر نفسه بيبدأ يبعت ريكويست للداتابيز، علشان الداتابيز دي اللي بتخزن البيانات. الكلام ده كله انت بتفهمه عشان تفهم الاي بي اي دي بتشتغل ازاي قبل ما اخش اكتب كود اي بي اي وخلاص. تمام. بعد كده عندك شويه مراحل بتحصل. اول حاجه لما بفتح اي براوزر، اللي بيحصل ان انا ببعت ريكويست للسيرفر. السيرفر بيبعت ريكويست للداتابيز. الداتابيز ايه هي؟ اللي مخزنه عندي البيانات. بعد كده الداتابيز بتبدا تعمل لي سند داتا، بترجع لي الداتا اللي انا فعلا طلبتها منه. تمام. بعد كده بيبدأ يعمل لي فايل HTML، يعمل لي فيه generate HTML فايل، يبدأ يرجع لي الداتا دي في فايل HTML. وبعد ما بيتم ان هو يملى البيانات دي في الصفحة ال HTML، بيرجعها لي ريسبونس، اللي هو بتبقى send HTML5 بيتبعت ريسبونس. والبراوزر عندي بيبدأ ان هو يترجم ال HTML، لان هو كده كده بيفهم HTML، فبيعمل لي حاجه اسمها شو HTML فايل. بيبدا يشوف ال HTML بتاعي ويعمله لي فورمات علشان يرجع لي الداتا لليوزر. تمام. طيب دلوقتي انا اتكلمت عن جزئين، جزء الفرونت اند وجزء الباك اند. اللي احنا بنشوفه على البراوزر فهو جزء الفرونت اند، انما جزء الباك اند هو اللي بيبعت لي الداتا. تمام. والاستراكشر او الطريقه اللي احنا شفناها دي الطريقه التقليديه اللي الناس كانت بتشتغل بيها. تمام. وما زال في مواقع لغايه دلوقتي شغاله فيها. وهي ايه؟ ان انا عندي الفرونت اند والباك اند في مكان واحد، سواء شغال بي اتش بي لارافيل او اتش تي ام ال او نود جي اس، ايا كانت اللغات. انا بشتغل كل الفولدرز في مكان واحد، في كونتينر واحد، فبقدر ان انا اربطهم ببعض من غير اي استخدام للاي بي اي. ودي بنسميها المواقع المتصله. ليه؟ لان الباك اند والفرونت اند بيكونوا عندي متجمعين في مكان واحد. ولكن دلوقتي في طريقه احدث، وهي طريقه الاي بي اي. ايه اللي بيحصل في الاي بي اي؟ الاي بي اي بيمشي نفس الاستراكشر اللي احنا عملناه ده بالظبط، ولكن انا لما ببعت ريكويست ويروح للسيرفر ويطلع للداتابيز، مش بيرجع لي فايل HTML وعشان يرجعه لي البراوزر. لا، هو هنا بيبدأ يرجع لي اي بي اي. من هنا ببدأ الغي الخطوة الرابعة والخطوة الخامسة، اللي هو ما بيتجمعليش في HTML. لا، انا هنا ببدأ ان انا اعمل اي بي اي استلم فيه الداتا. ومن هنا بنبدأ نتعرف على حاجة اسمها ال API. طيب يعني ايه اصلا API؟ يعني Application Programming Interface، اللي هي واجهة التطبيق البرمجية عندي. ان انا هي دي اللي بتجيب لي البيانات من الباك اند علشان تظهرها في الفرونت اند عندي. مش محتاج ان انا ابقى واحد باك اند علشان افهم ازاي الداتا اربطها من الباك اند للفرونت اند. لا، انا دلوقتي بقيت فرونت اند ديفلوبر، مجرد ان انا بيجي لي الاي بي اي ابدا ان انا اربطه على طول. طيب ودلوقتي بالنسبه لموضوع الاي بي اي، اللي بيحصل عندي ان الاستراكشر بيختلف شويه. زي ما قلنا من شويه، انا بلغي الخطوه الرابعه والخامسه، عشان اول حاجه البراوزر بيبعت ريكويست. الريكويست ده برضو بيروح للسيرفر. السيرفر بيبعت للداتابيز عشان يجيب منه المعلومات. دي خطوات اساسيه وما بتتغيرش. انما اللي بيحصل هنا، بدل ما يعمل بيلد ل HTML، لا، هو بيرجع لي سند داتا. تمام. بس بيعملها لي بيلد ذا اي بي اي. الاي بي اي دي بترجع لي ايه؟ بترجع لي لغه جيسون، اي لغه برمجه تقدر تتعامل معاها او تربط من خلالها. ومن هنا بيروح لي على البراوزر على طول يعملها لي سند اي بي اي، بيبقى ريسبونس اي بي اي مش ريسبونس عادي. ومهمه المتصفح هنا انه بياخد البيانات ويروح يعبيها على طول في المتصفح، مش بيبدا ان هو يكريت HTML من اول وجديد. لا، انا هنا بكون رابط الاي بي اي في المكان اللي هيظهر فيه بس. فمجرد ما الداتا ترجع لي، بترجع لي على المكان اللي هتشتغل فيه بس. وهنا الموضوع بيختلف شويه، ان انا ما بقاش عندي فرونت اند بس وباك اند بس. لا، انا عندي هنا الجزء بتاع البراوزر بقى فرونت اند ديفلوبر. تمام. بعد كده الباك اند اللي هو بيتعامل مع السيرفر والداتابيز، ده الباك اند. بعد كده نقدر هنا نقول ان الفرونت اند والباك اند ما بقوش حاجه متصله ببعض، بقوا جزئين منفصلين.
تمام. الباك اند يقدر ان هو يكريت الداتابيز والسيرفر والسيستم بتاعي ويطلع لي منه اي بي اي. انا كفرونت اند ديفلوبر باخد الاي بي اي دي ابدا اربطها عندي في الموقع. زي ما احنا شايفين من الاخر الباك اند دوت زي صندوق اسود، انا ماليش دعوه بيه ولا بمشاكله ولا بالكود بتاعه ولا عايز افهمه. لو انا فرونت اند ديفلوبر بس باخد منه الاي بي اي، ابدا ان انا اربطها عندي، وبعد كده ما يشغلنيش بقى الباك اند ده شغال ازاي.